نهار جديد في حياة الطالب في الحي الجامعي. اليوم فقط شوية معطل. المهم فطرت أنا والأخ رضوان. زيد رضوان واش سي مداي. بسم الله يلا راجل بان صاحبي. يا ديما تزرفت هادي من الطول. لا يا ديما تزرفت. فين غنمشيو دابا خير رضوان؟ دابا غنمشيو لدار الثقافه سي مدنيه. يلا خير رضوان. من بعد مشينا لدار الثقافة، دخلنا وقلبنا على الكتب اللي غنقراو. المهم أنا اختاريت هاد الكتاب باش عجبتني هاد المكتبة، فيها واحد الكالم ما يمكنش، طراز ثقيل. الصراحة كنصح أي واحد كيقرا أو لا باغي يطور من راسو يبقى يجي ليها مرة، حيت هنا غتلقى الكتوبة في البرونش ديالك واللي غيعاونوك في قرايتك. المهم قريت فيها واحد الساعتين، من بعد تغديت ومشيت للافاك، دخلت واحد الحصة ديال اناليز فينونسي، وهنا جلسنا انا والدراري درنا واحد النقاش على رمضان وشنو هما الحوايج اللي خاص الانسان يتجنبهم في هذا الشهر الكريم. اخوان معنا الاخ رضوان طالب في كليه اللغه العربيه. بمناسبه شهر رمضان اعطينا شي نصائح المهم اللي غنستافدوا منهم ان شاء الله. إخواني في الله، سلام الله عليكم جميعا. قبل أن نغوص في الحديث عن فضل شهر رمضان، أولا مبارك عليكم هذا الشهر الفضيل، وأن يدخله الله سبحانه وتعالى عليكم بالرزق الحسن. وثانيا فأجر هذا الشهر عظيم جدا، نظرا لأنه أنزل فيه القرآن الكريم البالغ إلى حد الإعجاز. فعلى الإنسان جاهدا أن يحاول في هذا الشهر الكريم على ماذا؟ على قراءة الأذكار وقراءة القرآن الكريم، وخصوصا في الفترة ما بعد صلاة الفجر. وقد قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أكد من الله سبحانه وتعالى بأن أجر قراءة القرآن لها أجر عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. وثالثا كي لا أنسى، فهذه النصيحة ضرورية ولا بد منها، وهي صلاة التراويح. فالكثير منا يغفل، وبعد أن يأكل وجبة الإفطار يخرج إلى الشارع ويؤذن العشاء فيصلي العشاء ويخرج، لا يصلي التراويح. السبب لا أدري لماذا، لربما أنه يجهل أجر هذه الصلاة، فرغم قلتها ولن تأخذ من وقتك إلا القليل. وخلاصة أختم بها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أتعرف معنى أن يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر السي المدني؟ بمعنى أن يغفر لك جميع ذنوبك وما اقترفت، سواء في حق نفسك سواء في حق الناس. فعلى الإنسان أن يجاهد نفسه لكي يتقبل منه هذا العمل في هذا الشهر الفاضل. فإن فاتك هذا الشهر فقد فاتتك السنة كلها، إن لم نقل العمر كله. إن أطال الله في عمرك في رمضان المقبل فستعرف ما أقول وستعي كلماتي. وشكرا، ورمضان كريم مجددا. شكرا عليكم، الصحة والسلامة وبطولة عمر. عاود بيا. دابا نعطيو الكلمة للأخ زكريا. أولا السلام عليكم الإخوان. فالنصيحة التي أود أن أقدمها لكم هي الابتعاد عن المشدات الكلامية، لأن الصوم لا يكون فقط عن الإمساك عن شهوتي البطن والفرج، بل على الإنسان أيضا أن يصون لسانه وجوارحه أيضا. وشكرا. تبارك الله السي زكريا، والله إلا ما عندي ما نقول، تبارك الله عليكم. ولا حتى انت السي رضوان، الله يحفظك أخويا المدني، مسيرة موفقة بإذن الله. الله يحفظك، توصل داك الشيء اللي بغيتي إن شاء الله كاملين. تحياتي. المهم هادشي اللي كاين في هذا الفيديو، وما تنساش تابونا الى عجبك المحتوى، حيت راه جايين بزاف ديال الفيديوهات بحال هذا النوع ان شاء الله.